طلعنا اليوم البيان السخيف الذي صدر عن ما يسمى هيئة التبليغ الديني في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، والذي كعادته يحاول أن يوهم الرأي العام بأن فلان وفلان وفلان نحن منهم براء، وهم لا يمثلون خط الإسلام ولا يمثلون الزي الديني ولا يمثلون التشيع، وسنحاكمهم وسنلاحقهم، وكثير من العبارات التي يتقنون التفنن بها من خلال صياغة حاقدة سامة هدفها ترويع الأحرار الشيعة، وهدفها خلق حالة من الخوف والرعب. لكن الصدمة في هذا البيان الذي صدر اليوم عن ما يسمى هيئة التبليغ الديني هو بإيراد أسماء ذو قيمة علمية وفكرية ونضالية ووطنية، وتتسم بحالة من إطلاق ثورة فكرية عقلية أحدثت وعيا في البيئة الشيعية وفي المجتمع الوطني والعربي. فيعني ذلك أن خلف هذا البيان أمر سياسي انتقامي. نعرف جميعا من الذي يدير هيئة التبليغ الديني ومن الذي يحرك أصلا المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى. أعني بذلك حزب الله الذي يتضرر من الأصوات الشيعية، الذي يتضرر من التحرر الشيعي، الذي أدرك تماما أن هذه الأسماء التي أورد ذكرها في البيان هي أسماء بدأت تعطي نتاجا إيجابيا في المجتمع الشيعي وفي البيئة الإسلامية. طبعا أنا شخصيا قرأت هذا البيان بكثير من السخافة والسخرية، وأشفق على حال ما يسمى المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى على هذا المستوى الانحطاطي الذي وصل إليه، لينتقم من الأصوات الشيعية الحرة، لينتقم من المفكرين الشيعة الذين يناقضون عقيدة حزب الله السياسية والعسكرية وحتى العقيدة الشيعية التي ينتهجونها، لأن في رأينا أن هذه الجماعة التي توالي إيران أدخلت على التشيع الكثير من الأمور التي دمرت التشيع وأساءت إلى التشيع وإلى تاريخ الشيعة في القرون الماضية. طبعا البيان واضح أن البعد الذي يحمله هذا البيان هو لا علاقة للموضوع الديني به إطلاقا، خاصة في هذا الظرف. هذه المجموعة من العلماء الأجلاء الأفاضل لهم مواقف يومية شبه يومية تواكب الأحداث في لبنان، ومع كل حدث يكون لهذه الجماعة المسلحة، الميليشيا المسلحة، يد في القصة. يكون هؤلاء العلماء الأفاضل لهم موقف واضح من الأحداث قد لا تتناسب مع موقف الذي يريده حزب الله، والذي يريد للشيعة كلهم أن يكونوا مطواعين في خندقه ويؤيدون قراره. فإذا الموضوع هو موضوع سياسي، جاء التوقيت في وقت تمر به البلاد بمرحلة حساسة وخطيرة جدا، تستدعي منا موقفا شيعيا وطنيا عربيا واضحا لا لبس فيه. اجى هذا البيان ليوهم الرأي العام انه هدول منهم مشايخ، هدول منهم معممين، هدول سنلاحقهم، حبيبي روحوا لحقونا وبلطوا البحر. موقفنا لن نغيره، لا إذا كتبت بيان ولا إذا سقطونا إلى الحبس ولا إذا بتعملوا فينا العجايب، لن نغير ولن نبدل أي موقف من مواقفنا. لكن هذه المرة سنرد عليكم،
ليس بيان ببيان وليس كلمة بكلمة، بل سنرد عليكم بفتح مشاريعكم وبفتح ما تخططون له وبفتح كل ما تستثمرونه باسم الشيعة في لبنان، وتستخدمون المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى مطية لتأمين موارد مالية استراتيجية دولية لهذا الحزب الإرهابي الذي بات يسخركم لتنقضوا على العلماء وعلى رجال الدين وعلى الشيعة الذين يناقضونكم والذين يرفضون سمسراتكم والذين يرفضون فسادكم. ملفاتكم كبيرة. انتم فتحتم نار على أنفسكم، أنتم فتحتم نيران على أنفسكم. هذا الموضوع تظنون أنكم ترهبون بعض المشايخ بتزم بتقعد ببيوتها، لكن حذاري أن تستمروا في اللعب بالنار مع كل الناس، لأن ليس كل الناس لحمها طري ليمر تحت أسنانكم المستذئبة المستفرسة